السلام عليكم راقياتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم بخير وانتم تشوفوا فيديو اليوم. اللي قبل ما نبداوه كالعاده نصلي ونسلموا على خير الانام سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ربي يبارك لنا. قولوا امين البنات. اليوم راح نشارك معاكم واش درت في نهاري، راح نشارك معاكم القضيه اللي قضيته. هاك تعرفوا حال تقول لك يد وحده ما تصفق، ومادامني كيما نقولوا وحدي لازم نتحمل المسؤوليه، ومادام ما نقدرش نقضي القضيه كامل تاع نقولوا تشهر نقضيه في نهار واحد، كل نهار نقضي الشيء اللي قدرني عليه ربي. كيما موالفه نقول لكم ان شاء الله ربي يعطينا الصحه برك. هذا ما كان، لانه الباقي كامل سهل الحال. بديته لكم اليوم. شوفوا بفطور الصباح واش درت غدايا. حكمت اول حاجه لهنا السلطه تاعي. شوفوا البنات كيف نغسلها، نحطها في الماء لهنا ونخليها باش كاش طراب فيها والله كامل يروح لي في الماء، ونحط لها قطره تاع خل ومغرف صغيره سكر ونخليها مده، ومن بعد نرجع ليها باش نغسلها ونغسل. شوفوا انني موسوسه. السلطه هذه تاع الريش راني نغسلها من العين هك بالريشه، موسوسه شويه من من الغبره من الحشرات. هاك تعرفوا. لهنا عندي الكميه هذه تاع زروديه. شوفوا ان التدبيره اللي نمدها لكم واللي معتمدتها البيطراف قليل وين نشريه لانه ما نحبوش يعني، بصح زروديه ديما في وقت هذا نحب. شوفوا نديرها نغسلها مليح ونقصها. جيت نحوسها هنا على ديك اللي نقص بها تجيني مشرشفه، والله ما لقيتها ساعات. شوفوا تعود الحاجه قدامكم ما تشوفوهاش، فما بالك كيما نقولوا يعود الانسان ديجا بعد المورال تاعو ماشي مليح حاجه. واش نقول لك، قصيتها لهنا حطيتها في الكسكاس فور، نحط لها شويه ملح ومن بعد ندير لها صوص فينيغريت ونخبيها. انا هذه الطريقه اللي نعتمدها. هذه شوفي تلقيها كي الحسنه، حتى كل ما تلقيوش تاكلي خلا تخبزي خبزه كسره مع هذه شويه سلطه. ديما نقول لكم فضل ونعمه من عند ربي. ما كانش قد البساطه البنات، والله انني ديما نقول لكم واللي متبعيني من الاول من القناه تاعي الاولى. الفوخ والزوخ هذاك وخاطيني الفوخ والزوخ خليناه الماليه. انا راني انسانه بسيطه ونشارك معكم يومياتي ببساطتها. لاني مصطنعه، لا نفبرك لا نفوخ لا نزوخ. لهنا كيما قلت لكم هذه الكميه شوفوا تدي معايا سمانه، وكي تحطيها في الفريجيدار انساي من تسحقي حتى ديري سلطه تجبدي تحطيها يعني تلقايها كي الحسنه. لهنا رحت نجي نشوفوا نوجد العدس 5 انا اسهل حاجه. شوفوا كي نسخف عليها نحب ندير العدس الاحمر. العدس الاخر هذاك نديرو مش ما نديروش، بصح انا نحب نحطو كيما نقولوا في الليل. دي سيدي غدوه راح نطيبو نحطو نرطبو، ولا نحطو قبل بنص ساعه في مسخون باش نرطبو. هنا دي سيديت اخر دقيقه قلت ندير العدس الاحمر. واش درت البنات؟ ربيت لهنايا بصله وربيت معاها كعبه زروديه وسنه توم، حطيت لي زيبيس شويه زيت قليتها مليح وحطيت واحده جامبو البناته. ومن بعد حكمت العدس تاعي هذا الاحمر غسلته مليح. شوفوا هذاك الماء انديري واللي مضبب من الغبره ديك اللي في العدس لازم ديما تغسلوه مليح وتصفيه، ومن بعد نزيد نعاود نحطه ونزيد نقليه مليح مع شويه طماطم ونمرقوا من كثروش الماء لانه الزروديه رحيتها. وعلى بالكم باللي العدس هذا وشوفوا من غلوه يطيب يعني ما يطول معاك ما والو. ومن بعد نزيد نرمي له قريم فلفل ويكون غدايا واجد ساهل ماهل. وحبيت نجاوب هنا الاخت اللي كتبت لي في لي كومونتير. نشكركم ياسر البنات اللي علقتوا لي في الفيديو اللي كتبت على وفاة الزوج تاعي. اللي متبعيني في القناه تاعي الاولى راهم على بالهم كلش على بالهم بحكايتي من الاول للاخر، واللي دخلوا للقناه جديده انتم برك ما تعطيوش الفيديوهات الجايين اكيد راح نحكي لكم حكايتي من الاول للاخر. بس حبيت نجاوب الاخت اللي قالت لي السبب تاع الوفاه. ماذا بك تقولي لنا سبب الوفاه تاع الزوج تاعك؟ سبب الوفاه تاع الزوج هي ديما كيما نقولوا الموت حقق، واكيد احنا كامل ضياف في الدنيا دي. والوفاه تاع الزوج تاعي كانت صدمه بالنسبه لي ما تتصوروش قد ما، لانه نشفى عليها في هذاك النهار. كنا عادي يعني الزوج تاعي لا هو مريض لا والو، خليته سهرنا تعشينا وسهرنا ومن بعد خليته يتفرج. تعرفوا ديما الرجاله مغرومين بالاخبار. خليته يتفرج ورقد جا رقد. الصباح جيت نوض نصلي الفجر لقيت حاجة الله قضاها الله. ربي يرحمه وربي يرحم جميع موتى المسلمين.
هذا هو كان السبب تاع الوفاة تاعو، اغيت كار سكتة قلبية، لانه الزوج تاعي كان يتكيف بزاف. وقلت يعني راهو التدخين راهو مضر، يعني كاين اللي يقول لك واه التدخين ما كانش، بصح هو يسبب اضرار بزاف. كما قلت لكم ما انه يعني ما كان له زيد نهضر في على الحاجه دي. صوص فينيغريت البنات واش درت فيها؟ درت فيها شويه هريسه، سنه ثوم، زيت زيتونه، شويه خل، وزوز مغارف ماء، والملح، ورشه تاع فلفل الكحل. نخلطها مليح ونحط هذيك الكاروت تاعي بعد ما فورتها وتلقيها طابت. ومن بعد ما تبرد نحطها في بورت مونجي زي هيك ونقفل عليها ونحطها في الفريجيدير. من نسحقها نقعها، شوفي تدي معك سمانه و15 يوم ما يصرى لها والو، تقعد على حالها. انا الطريقه دي نديرها معاها هي، ونديرها مع البيطراف ثاني كيف طيبيه وتحطيه ديري له صوص فينيغريت زي ما هيك وتخبيه ما يصرى له والو. هادم كيما نقولوا هادم تاني من التحضيرات اللي تقدري تعتمديها مع التحضيرات تاعك اليوميه، مش غير في رمضان. سيرتو نسى الخدامات، نسى اللي ما يقعدوش. والله ساعات نقولوا الخدامات وحنا تلقاي حتى اللي قاعدين في الدار والله ما يقعدوا مع الوقت اللي رانا فيه، ولا عاد ما كانش لا بركه في الوقت، لا في الايامات، لا في السمانه، لا والو. يعني قد ما تنحي عليك حيرة ديري التحضيرات هذم والله تنحي عليك حيرة كبيرة. هنا شوفوا العدس تاعي بعد ما طاب، راني قلت لكم في رمشة عين نخليه ينشف خلا، ما نخليلوش فيه لاصوص بزاف. ودرت كمية قليلة تاني باش ما تقعدليش. انا نحاول درك ديما نطيب على قدي باش كيما نقولوا ما نرميش وما نبذرش وما نفزتش، لانه كيما قلت لكم الوقت اللي رانا فيه الغلا والكوا، ويزيدوا كيما نقولوا يولي العبد يبذر ويطيش. هذه قال لك ما وصى عليها لا نبي لا لا حتى واحد. ان شاء الله ربي يرزقنا، وربي يعطينا ديما نقول لكم الصحة وراحة البال. هذا ما كان، ويرحم جميع الموتى وموتى المسلمين. أنا شوفوا الموت ضرتني في الدنيا دي، وعلى بالي بلي كما قلت لكم الموت حق، وإحنا كل ضياف في الدنيا دي وما كانش رانا نشوفوا بركة. كون جات كما نقولوا دايما راهي دامت للي قبل منا، والإنسان يعيش حياته العمر اللي مسطره له ربي، ونهار كيما نقولوا يوصل الأجل وتطيح الورقة تاعو أكيد راح يفارقنا. وشي نختان برك البنات إنه الإنسان يكون واعي، يكون ما يكونش من هذوك اصحاب الشر، لانه كما قلت لكم الانسان والله انا الهضره اللي نهضرها دي اللي نهضرها المعنى، لانه الانسان ما راح يدي والو معاه في الدنيا دي. كما زدنا مقمطين في كتانه بيضاء راح نموتوا تاني كيف نروحوا نغادروا الدنيا دي مكفنين في كتانه بيضاء. ان شاء الله كما قلت لكم ربي قدرنا برك ويعطينا الصحه. هذا ما كان لهنا. بعد ما تغدينا وغسلت معناتي كما قلت لكم جيت شاركت معكم الخرج، زدت شريت شويه قضيان شاركته هنا معكم. شريت هذاك الكاطو للتحليات البنات يدير 12000. شريت فرماج نابولي، ومن بعد نشارك معكم التدبيره. انا نشري الفرامج كامل ومن بعد نربيهم وندير خليط باش يذوب لي ونخبيه سواء في المجمد والله في الفريجيدار برك من تحت. شريت هذيك الشرقيه دير 23000 تاع 2 كيلو. شريت له هنا الخميره تاع الكاطو الوحده دير ب1000 فرنك. شريت الكاطو هذا ماكسون الفطور الصباح. شريت وحده هريسه دير 16500، وحده طماطم ثاني دير 16000. شريت لهنايا هادم لي ساشيت كونجيلاسيون يديروا نورمالمون 12000. وشريت هذاك الطون قلت لكم على جال تسمى نسحقوا للحشوات. شريت هذيك لا كريم باش ندير بها لا سوب ولا نسحقها كريمه الطبخ هذيك نورمالمون دير 12000. وكنت شريت لهنايا هذا لا يورت فريز وفانيا. هذا المشتريات اللي شاركتهم معاكم. هادم البنات والله جاوني 210,000. فاني كي نقول لكم يحليلوا الزوالي ابارتشين هذيك شريتها وحدها شريت ب20 يعني درك الموسم تاع الحمضيات لو البري تاعهم في متناول الجميع. تقدروا تشوفوا البنات تحضروا المركز تاع التشينا، المركز تاع القارص راح نشارك معكم في الفيديوهات الجايين. اكيد انتم برك ما تبخلونيش بهذاك الجام. ولي فايته من هنا الطريق كما ملفه نقول لكم
تدعم وما اشتركتش في قناتي نقول لك اشتركي حبيبتي وفعلي زر الجرس باه كل حاجه نحطها راح توصل عندك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ياسر في روحكم البنات، نحبكم ياسر ياسر، وما تبخلونيش البنات بالبارطاج وكثروا لي الجامات هذوك والتعليقات، يلا حبه قلوبه برك باش يطلع الفيديو تاعي ويعرفوني احباباتي اللي كانوا متبعيني في القناه الاولى، لانه على بالكم باللي غبت هذه عام من حيث توفى الزوج تاعي، راني غبت على اليوتيوب لظروف راح نحكيها لكم في الفيديوهات الجايين. كما قلت لكم كثروا لي برك هذوك الجامات وبارطاجيوا لي الفيديو مع حباباتكم باش تكبر لمتنا. ديما نقول لكم البنات ما تنساوش البساطه والمورال والضحكه، ونحاولوا نبسطوا الحياه على قد ما نقدروا. اليوم عندي ربي يدومها نعمه، وغدوه ما عنديش نحاول نتاقلم بالموجود. دمتم في امان الله، سلام.